السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. تحياتي مع الشيف إبراهيم حسن. زي ما انتم شايفين النهارده هنعمل لكم الكبدة الإسكندراني، زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوة ده أهي. هنعملها النهارده معاكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا وغير مكلفة. هي الكبدة والفلفل بتاعنا فقط لا غير، وبدنجانية مشوية أو بدنجانية مشوية عملناها لكم ببغنوج ومع الطحينة. طبعا عايزين تعرفوا الشيف ابراهيم حسن عمل كل المقادير دي ازاي او المكونات دي ازاي، والكبده بتاعت المنوفي او الكبده الاسكندراني عملناها ازاي. يا ريت تتابعونا في الفيديو، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. وهي دي المقادير بتاعتنا زي ما انتم شايفين. احنا قطعنا الكبده بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهي، وحطينا عليها فصين توم مهروسين اهم زي ما انتم شايفين عشان ينزلوا اي دم معانا في الكبده وما يبينوش معانا الزفاره. وهنا القلب والكلاوي بتاعتنا متقطعين زي ما انتم شايفين مع الحلويات اللي بتبقى موجوده مع الكلاوي. وهنا عندنا طبعا الفلفل الرومي مع الفلفل السبايسي مع التوم بتاعنا. طبعا احنا حطينا دلوقتي صينيه على النار وهنبدا نشتغل معاكم طريقه الكبده الاسكندراني على اصولها. طبعا زي ما انتم شايفين معانا كده هنبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا شويه الثوم بتوعنا الجمال اهوت، طبعا عشان نعمل الكبده الاسكندراني، بس احنا هنعملها النهارده زي المزاليكيا مع القلب والكلاوي اهو. حطينا الثوم بتاعنا مجرد ان هياخد لون هننزل بالقلب والكلاوي الاول عشان بياخدوا سوا زياده عن الكبده الاسكندراني، او بياخد سوا زياده عن الكبده. زي ما انتم شايفين كده الثوم بتاعنا بدا ياخد لون، هنبدا ننزل بالقلب والكلاوي والسمين بتاعنا او الحلويات بتاعتنا اهوت. طبعا هنا مش هينفع نقلب خالص، انت هنا بتلفوهم لفه كده عشان ما يجيبوش ميه معانا اهو. ممكن تبداي توزعي كده القلب والكلاوي بتوعي والسمين بتاعك اهو، وما تتحركيش كتير عشان الحاجه بتاعتك ما تجيبش ميه اهو. بس وهنسيبهم شويه لحد ما يشربوا او يشربوا الميه بتاعتهم، وبعد كده هنبدا نقلب تقليبتين ثلاثه، وبعد كده هنبدا ننزل بالكبده بتاعتنا. وبكده بعد القلب والكلاوي ما خدوا معانا تشويحه هنحط الكبده بتاعتنا برضو زي ما انتم شايفين. كل ما تقللي التقليب في الكبده الاسكندراني بالذات بتديكي نتيجه كويسه. احنا طبعا بنفردها كده زي ما انتم شايفين مع بعض اهو، وهنسيبها شويه لحد ما تفك من البروده بتاعتها، وبعد كده هنبدا برضو نقلبها زي ما قلبنا القلب والكلاوي زي ما انتم شايفين كده حبايبنا اهي. شايفين الكبده مفيش ميه خالص، دي اهم نقطه في تسويه الكبده الاسكندراني. طالما الكبده بتاعتنا ما جابتش ميه هتاكلي كبده تاكلي صوابعك وراها زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص الكبده بتاعتنا قدامها كمان تقلبتين، ونبدا نحط الفلفل بتاعنا ونحط التوابل بتاعتنا، وتاكلي احلى واجمل كبده اسكندراني اتعلمتها من ايد الشيف ابراهيم حسن هنسيبها شويه نرجع لها تاني نحط بس. يلا كده شكل الكبده الاسكندراني بتاعتنا. كده حطينا الفلفل اللي هو الرومي الاخضر مع الفلفل اللي هو الحامي. الفلفل الحامي ده اختياري مش اجباري. طبعا كده فاضل بقى لحظه توابل كده، مفيش اي ميه هي قدامكم زي ما انتم شايفين. ده الزيت اللي احنا حطينا فيه سوينا فيه الكبده بتاعتنا اهو. كده بقى ده نقلب اهو، ونسيبها تقلبتين كمان خلاص انتهى الموضوع بالنسبه لنا. دي طبعا دي التوابل بتاعتنا اهي مشكله خالص. ملح فلفل اسود على كمون على كزبره اهو. حط شويه فلفل اسود اهو. فاضل كده عندنا الملح اهو. اصبح فاضل عندنا الليمون هو العنصر الاساسي. وبكده الكبده بتاعتنا فاضل لها ايه اللي هو الليمون والخل
اللي احنا حطيناهم دول، بس اصبحت الكبده بتاعتنا جوسي، مش ناشفه، وفي نفس الوقت كله مستوي. هنسيبها بس ايه تاخد وتبني مع نفسها كده لحد ما نعمل بقى التركايه الجميله اللي هوريها لكم دلوقتي. طبعا الكبده بتاعتنا استوت، طبعا هنعمل لها بقى التركه الجميله دي، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. يلا اقفلي. زي ما انتم شايفين كده احنا قفلنا على الكبده بتاعتنا. تعالوا ناخد بقى شويه البابا غنوج الجمال دول. زي ما انتم شايفين هو كده البدنجان كل اللي علينا عملناه شويناه، بس ازيد من كده مفيش. هنتبل معاكم البابا غنوج اهو، شويه كمون، شويه كزبره، شويه فلفل اسود. بابا غنوج مرتبط دايما بالمشويات زي الفراخ المشويه، طبعا متواجد في كل البيوت المصريه او كل البيوت بيحطوه على السفره بتاعتنا مع التحابيش بتاعتنا. كل واحد بيختلف معانا او في اختلاف، كل واحد بيعمله بطريقه. في اليونان اسمه متبل، في الشام اسمه بابا غنوج، في لبنان اسمه راهب. بس كلهم في الاول وفي الاخر بدنجان مشوي، بس بتختلف النكهات بين الدول وبعضها. طبعا حطينا ملح، حطينا فلفل، هنحط بقى الطحينه الجميله بتاعتنا اهي. طبعا بابا غنوج بتاعنا الجميل انتهى معانا، طبعا الطعم الجامد بتاعنا اهو. هنبدا نغرف دلوقتي ونوديكم في الاخر. زي ما انتم شايفين الكبده بتاعتنا الجميله هي اتغرفناها معاكم. طبعا كل التكات وكل الحركات وكل التفاصيل عملناها معاكم النهارده في الكبده، وازاي تعملوا الكبده بطريقه اسكندراني جميله زي ما انتم شايفين. وعملنا البابا غنوج وعملنا الطحينه. طبعا في نهايه حلقتنا يا جماعه بنقول لكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في لقاء اخر ان شاء الله.